حرتي اشنو ديري للغداء ولا العشاء؟ اجي معايا نوريك هاد الوصفه اللي كتجي بنينه بزاف وكتجي لذيذه لذيذه البنات. غادي نحتاج في الوصفه ديالي الدنجال. عندي هنا 3 ديال الدنجالات متوسطات اللي غادي نقطعهم بهذا الشكل هذا بحال هكا. تكون بهذا الشكل هذا وبهذا الحجم هذا، ما تكونش غليظه بزاف وما تكونش رقيقه بزاف. غادي نجيب شي حاجه اللي غادي ندير فيها زيت العود، وغادي نزيد كذلك غادي نزيد شويه الملحه وشويه ديال التحميره وشويه ديال بودره ديال الثومه. سينو الا ما عندكمش بودره نتاع الثومه تقدروا ديروا بودره طريه، غادي تطربزوها وغادي تخلطوها مع هاد المكونات هادو. غادي نخلطوهم مزيان مع بعضهم، وغادي ناخذ واحد اللاطه اللي غادي تدخل الفرن، شي صينيه اللي تدخل الفرن، غادي نستف فيها الدنجال ديالي. من بعد غادي ندهنو بهذا الخليط هذا، غادي ندهن الدنجال ديالي كامل. من بعد غادي نقلبوا على الجهه الثانيه وغادي ندهنو حتى في الجهه الثانيه، ومن بعد غادي ندخلوا الفران البنات حتى تشوفوا بدا كيتحمر ونزل شويه في الحجم ديالو. بعد غادي ناخذ واحد المقلاه اللي غادي ندير فيها شويه ديال الزيت. من بعد غادي نزيد واحد شويه تاع الكفته. البنات بالنسبه للكميه كل واحد يدير على حسب عدد الاشخاص اللي عنده في الدار. بالنسبه لهذا المقدار اللي غادي ندير غادي يصلح ل3 ديال الناس. من بعد غادي نزيد العطريه، غندير شويه الملحه، شويه ديال التحميره، شويه ديال الثومه بودره او الثومه طريه غير اللي عندكم كما بغيتو، وغادي نزيد شويه ديال الابزار فلفل اسود، وغادي نحركهم مزيان مع بعضياتهم. من بعد ما نزلت لي شويه الكفته غادي ناخذ فلفل اللي عندي هنا 2 ديال الفلفلات صغار اللي قطعتهم بهذا الحجم هذا، فلفل حلو واللي قطعتهم، وغادي نخليهم دابا يطيبوا مع بعضياتهم. من بعد غادي نزيد عليهم من بعد ما طابوا شويه غادي نزيد عليهم مطيشه اللي محكوكه او مطحونه اللي بغيتو، يكون واحد 4 المطيشات او 5 كما بغيتو البنات. من بعد غادي نخلطهم مزيان مع بعضياتهم. الا ما عندكمش المطيشه، الا كاع ما لقيتوش المطيشه، تقدروا ديروا مطيشه الحك اللي غتخلطوها بشويه ديال الماء وغادي تزيدوها مع هذا الخليط هذا. من بعد ما طاب لي هذاك الخليط ديال الكفته والمطيشه والفلفل، غادي ناخذ واحد اللاطه اللي غادي تدخل الفرن، وغادي نستف الدنجال ديالي بهذه الطريقه هذا. غادي ندير الطبقه الاولى، ومن بعد غادي ندير شويه الكفته وشويه ديال الفرماج، غادي نزيد شويه ديال الفرماج بحال هكا. من بعد عاود غادي ندير طبقه اخرى نتاع الدنجال، وغادي نزيد عاود الكفته وندير الفرماج. غادي ندير 3 ديال الطبقات البنات، وغادي نمشي بهذا الشكل هذا حتى غادي ندير اللاطه ديالي كامله. من بعد ما غادي نكمل اللاطه ديالي كامله، غادي ندخلها للفران لمده نتاع 10 ديال الدقائق، غير بلا ما داب لينا هذاك الفرماج حيت المكونات كاملين راهم طايبين. ومن بعد غادي يكون هذا هو الشكل النهائي نتاع الطبق ديالي اللي كيجي بنين 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 بزاف البنات. انا متاكده غادي يعجبكم ويعجب وليداتكم كذلك، راه كتجي رائعه هذه الوصفه البنات، كتجي كتحمق. نتمنى البنات الى عجبكم الفيديو نتاع اليوم والوصفه نتاع اليوم تشاركوها مع الاصدقاء ديالكم الاحباب ديالكم. ما تنساوش تشجعوني بلايكات ديالكم والتعاليق ديالكم الجميله، والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.